سيد ولا فارق معاه اخته في سجن ولا سمعة ولا شرف ولا كل الكلام ده، راح يقول لها الموضوع هيخلص في كلمتين وحكاية. اهم حاجة خليكي ثابتة على المبدأ وكل حاجة هتروح، مش هثبت على المبدأ الا لما مالك تيجي معايا. هنا الضغط هيبقى كبير وهم هيعملوا المستحيل عشان يطلعوها. وعموما انا معاه فيها فيديو على تليفون تاني كنت مكمراه منكم، وانا مصورة العلقة كلها. طبعا هو قال لها انا هجيبه وهقف واعمل واخلي، لكن هو عايز الفيديو يعمل بيه مصلحة. والام لان هي كل اللي يفرق معاها الجنيه، قالت له انا خدت التليفون وبعته، ولما عرفت بالمصلحه زعلت قوي وندمت. طب هنعمل ايه ونتصرف ازاي؟ انت بعتيه لمين؟ انا رحت للواد ده موسلك ومش هيجي معايا وانا معايا حوارات كتير معاه. هنعمله ايه؟ نضيعه القرشين؟ شوف لنا طريقه علشان نقدر نتصرف. انا هروح له واحاول اتكلم معاه، لكن هيروح في حته سد، لان طبعا لما بتكون متشاكل مع حد كتير والحد التاني مش طايقك ولا انت مستعطيق، فمهما هتعمل مش هتخلي. فراح له في سكة الكيف، قال له براية. راح له في سكة الصداقة ميتة ومنتهية، مفيش أي سكة نافعة. دخل شمال لقى التاني قافل في وشه برضه الحيطان. فالحل هيكون إيه؟ أنا محتاج التليفون. التليفون طرد صاحب نصيبه وأنا موضوعي خلص، وحواراتي بينك وبين أمك كترت، فابعدوا عن سكتي عشان ما تزعلوش مني. طبعا سيد حاول يهزه شمال يهزه يمين، يهزتكوا كده يهزتكوا كده، ما جاش في ايديه. طب التليفون عند مين؟ دي اسرار عملاء ومش هتطلع لحد. طب الحل ايه؟ الحل تسلك وتشد علشان مش عايز اعمل العوق معاك، والمرة دي هتطلع من المحل تمام، المرة الجاية هتطلع ندمان. هنا بقى سيد لقى الموضوع مش سهل ومش هيعرف يحله، كان عايز يشوف اي طريقة. مريم مجنونة وهتتجن والعقد معاها وبتحاول تفهمه وبتعرف ليه العقد مكتوب. الأم تيجي وتخبيه وتيجي تقول لها أنا قلت مع مستر شاكر إنك مش رايحة المدرسة كام يوم تهدي أعصابك وتهدي لما الدنيا تروق. طبعا هل هي كده هتقعد في البيت وتكن؟ لا، هتشغل دماغها وتشغل الإيه؟ الانحرافات. قررت إنها تروح وتراقب مين؟ سيد. بتلعب في الخطر مع الناس ما ينفعش إن إحنا اتعامل معاهم غير بحذر. راحت هناك كان بيربط شوال دماغها، ودتها وجابتها ان دي هنا. فقررت تمشي وراه وتراقبه. على طول مشيت وراه، اول ما مشي وراحت راكبه توك توك يلا بينا ورا منه ما تسيبهوش لحد ما تجيبه. فضل ماشي وراه تك 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 شمال في يمين في الدغري لحد ما وصل لمكان غريب عجيب مش مفهوم هو بيعمل ايه. حته مقطوعه خرابه فيها عربيات مكسره وفيها حوارات وفيها شغل كده مش مفهوم. والشكاره خدها خباها. بعد شوية يجي واحد صديقه يقول له فين الشكارة؟ من هنا لهناك الاتنين يشدوا على قصاد بعضيهم، وهي بتتفرج ومش فاهمة. طب ايه اللي بيتقال؟ ايه اللي بيحصل؟ ايه اللي جه التاني عايز ياخد من الاولاني الحاجة عافية؟ وابو السيد ما ينفعش معايا الكلام ده، ده الكلام ده واقف، افتح عليا وافتح عليك، انت تعملها انا اللي عاملها فيك. والاتنين هيجوا لسكة بعض ويتشقلطوا ويتشقلبوا على التاني، لحد ما جال التاني ضرب سيد وعطاله واحدة مظبوطة في كتفه، خد بعضه وبلغ فرار. هنا سيد طلع هلهولة، معرفش يعمل حاجة، اتضرب والتاني مشي ولا فرق معاه حاجة. في الوقت اللي هي حست ان هو ده الوقت المناسب تروح تشوف الشكارة، لما سيد جري وراه علشان يجيب منه حقه لانه عوره وطار. هي بقى كانت مفكرة ان الشكارة دي فيها الجثة بتاعت مين؟ بتاعت هنا، هو قتلها وذبحها وجاي بيدفنها. عقل عيال بقى وصلها لحتة بعيدة. هنا بقى سيد اول ما جه قال لها انت بتعملي ايه هنا وعايزة مني ايه؟ فقالت له انت موتها؟ لا، انت تتفرجي على افلام كتير وهتغرقي نفسك وتغرقينا. فتح الشكارة طلع سارق اسلاك كهرباء نحاس وبيبيعها. هي دي الصفقة ودي الحكاية اللي هو شغال فيها. حرامي سلوك. قالت له التليفون ده انا ممكن اعمل تليفون لعم الظابط واقول له على اللي صار. خد منها التليفون وقال لها خليكي عشان انت هترغي كتير وتقرفيني. في الوقت اللي علي كان بيبعت لها رسايل، فينك بتعملي ايه؟ عملت ايه؟ وصلت لايه؟ طبعا هي مش هتعرف ترد عليك. في الوقت اللي كان متفق معاه طبعا جاسر ياخد التليفون منه يديه للمزة اللي قالت له احنا عايزينه. هنا بقى استغرب من اللي بيعمله، رغم ان علي ممكن يعمل معاه الغلط وغلط الغلط كمان في اللي بيسويه. يا ترى هيحصل ايه؟ سيد راح عند البت وقال لها على فكرة حطوني في حكاية، يا تطلعوني يا تشوف الحل ايه.
طلع هو عايزها تيجي معاه تشوف البنت وتعرفها، وقالت لها اوعي تفكري ان السيد عمل لها حاجة. القصة والحكاية ان هي كانت حامل والسيد اتجوزها عشان نغطي على الموضوع. صدمة كبيرة، مش مصدقاها، اتجوز ايه وحامل ايه وبتقولي ايه؟ لكن هي دي اللعبة الملعوبة، وشكلها لعبة بنات كده اتلعبت عليهم. وفي النهاية هنعرف الحكاية وأصل الرواية. وسلام عليكم.